خلاصة الكلام يا جماعة، اللي يشوف النعمة وبعدين يشكر النعمة وبعدين يرضى هيعيش أغنى وأهنى الناس، ودول اللي ربنا بشرهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وركز معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول دلوقتي. انت عارف، مش المشكلة ان النعم قليلة، المشكلة ان احنا عيوننا غفلة. افتح قلبك قبل عينك تشوف الدنيا جنة من عطية ربك. لو عرفت قيمة نعمة واحدة بس زي النفس اللي بيخرج ويرجع كنت قضيت عمرك كله ساجد شكر لربنا. يا جماعة النعم مش محتاجة تزيد، احنا اللي محتاجين نشكر. وقتها هنشوف اننا كنا من اغنى الناس من البداية،